من قلب المملكة العربية السعودية، وتحديداً من مدينة العلا الساحرة، قدمت دار الأزياء العالمية دولتشي أند جابانا عرضاً استثنائياً يحتفي بالأنوثة، بالقوة، وبجمال المرأة السعودية الأصيلة. العرض لم يكن مجرد مجموعة من التصاميم، بل كان رسالة حب وامتنان للمرأة التي تجمع بين الرقي، الحشمة، والجرأة الراقية. الأقمشة الفاخرة تنوعت بين التول المطرز، المخمل العميق، والحرير اللامع، وكلها صيغت بقصات تحترم جسد المرأة وتبرز شخصيتها دون أن تتخطى خصوصيتها. العباءات كانت نجمة العرض، لكنها جاءت بتجديد مذهل. لم تكن عباءات تقليدية، بل قطع فنية مطرزة يدوياً بنقوش ذهبية متقنة، مستوحاة من العمارة الإسلامية ومن الزخارف النجدية. الألوان اختيرت بعناية فائقة: الأسود الأنيق، الذهبي الفاخر، تدرجات العنابي، والأخضر الزمردي، كلها تمثل القوة والترف والهوية البصرية للمنطقة. أما التفاصيل فهنا كان سر الإبداع الحقيقي. نرى الزهور المعدنية المطرزة، الأحزمة العريضة التي تحدد الخصر برشاقة، والأكمام الواسعة المستوحاة من القفطان المغربي والجلابية الخليجية، في مزيج عالمي محلي متوازن. دولتشي أند جابانا استطاعا عبر هذا العرض أن يثبتا أن الموضة ليست مجرد سرعة عابرة، بل لغة فنية تحكي عن هوية الشعوب، عن ثقافتها، وعن نسائها. المرأة السعودية ظهرت هنا قوية، راقية، متمكنة، وبكل أناقة محور الاهتمام.